البحر الأحمر يعد من أقل بحار العالم تلوثًا لأسباب كتيرة، هو بحر نقي، لكن رغم كده في أنواع كتيرة من الملوثات ممكن تخرج وتوصل للبحر الأحمر، وأكيد بيتم التعامل معاها بكل طرق علمية ممكنة، وأيضًا يتم تجريمها بالقانون. معنا في هذا اللقاء الأستاذ محمود يونس من الشؤون القانونية بمحميات البحر الأحمر. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. أستاذ محمود يونس، يمكن بنتكلم النهارده على أنواع التلوث اللي موجودة في البحر الأحمر، والملوثات دي بتكون قد إيه ضارة بالبيئة في البحر الأحمر؟ التلوث عموما بيدمر الكائنات البحرية، بيلوث المية، فدي بيبقى التعامل بيها عن طريق اتخاذ إجراءات معينة. يعني مثلا بالنسبة لمخالفة التلوث البترولي، بيبقى كل الشركات البترول اللي موجودة في راس غارب بيبقى متسجلة المنتج بتاعها ببصمة بتحليل معين. لما بيحصل تلوث أو تهرب أو كسر مواسير يتم البلاغ فورا إن في تلوث أو بعد زيت في منطقة ما في البحر، وبيطلع عمليات مسح من الباحثين والجهات في المحافظة. بنعرف نوع التلوث ايه عن طريق تحليل البصمه دي، نعرف ان المتسبب مين من الشركات البترول. يمكن التلوث البترولي ليه أنواع مختلفة برضه، يعني ناقلة بترول لما تكون معدية في البحر الأحمر ويحصل فيها بعض التسرب، غير شركات البترول اللي هي بتنقب عن البترول في سواحل البحر الأحمر. هل بيفرق نوع التلوث في النوعين ولا نفس التسرب؟ التلوث في القانون جريمه واحده. جريمة واحدة. سواء كان تلوث بترولي عن طريق الشركات او عن طريق المراكب السياحيه او مراكب نقل البضائع، كل دي انواع من التلوث، فبيتم التعامل معاها فوريا بحيث ان احنا نشيل التلوث ده. نعمل له حملات زي حملات نظافه، بيتم عن طريق وزاره البترول في منطقه اسمها بيرسيكا اللي هي مختصه بتنظيف الشواطئ، وبيبقى بالتعاون مع المحميات. أستاذ محمود، برضو التلوث البترولي ده بتكون أول حاجة مهمة فيه جدا هو سرعة التسرب. سرعة التسرب وإزالة التلوث. وإزالة التلوث بسرعة شديدة جدا عشان البقعة دي ما تنتشرش. عشان الأضرار البيئية ما تتراكمش. يقال إن أول ما بتحصل البقعة التلوث دي بيحصل فقد كبير في الكائنات الحية اللي موجودة، سواء أسماك أو طيور بحرية. كمان بتأذي الشعاب المرجانية. ايه تاني من المخاطر، او اشرح لي حضرتك الخطورة البيئية للبقعة التلوث البترولي؟ والله هو بيبقى لجنة المعاينة بتطلع توصف الحادث وبتشوف الأضرار البيئية اللي ناتجة عن التلوث، وبيتم تقدير قيمة مادية زي تعويض عن الضرر البيئي. هنا بناء عليه بناخد الإجراءات القانونية المطالبة بالمتسبب بالأضرار دي عن طريق النيابة العامة والمحكمة، وبناخد إجراءات اللي هو إلزامه بإزالة أسباب المخالفة أو إزالة المخالفة نفسها. صيانة المراكب البحرية برضو من الحاجات المهمة اللي ممكن برضو تسبب قدر من التلوث، ولذلك بيتم التشديد بشكل كبير جدا على هذه المراكب لإجراء الصيانة بشكل احترافي، ان هو ما يؤذيش البيئة البحرية. حضرتك برضو تلقي الضوء على هذه النقطة. بالنسبة لصيانة المراكب، المحافظة مخصصة أماكن لأعمال الصيانة الدورية للمراكب، ففي بعض من الناس يعني مش بيلاقي مكان مثلا في الصيانة، فبيجي يعمل أعمال الصيانة في البحر، فبيتم البلاغ عنها وبننتقل إليها وبناخد إجراءاتنا القانونية برضه، وغرامات بتوصل كبيرة جدا، يعني توصل ل 300,000 جنيه. ولذلك هم بيكونوا حريصين جدا في هذا الموضوع. بالظبط، وكل المراين وكل ده بيبقى أي حد بيجي ياخد شكوى بأعمال صيانة بيبلغونا فورا، بيبلغوا مخابرات حصر الحدود والمحميات بالتعامل طبعا القاء المخلفات المختلفه في البحر برضو من الجرائم الكبيره، ويمكن الملاحظه ان البحر الاحمر من انظف البحار، يعني لما بنكون ماشيين فيه مش بنلاقي اي ملوثات ظاهره، ولو حتى موجوده على الشاطئ بيتم التقاطها فورا.
دي حقيقه، لان زي ما قلت لك التوعيه اهم حاجه. الناس تبقى عارفه، السائح بيبقى نازل من المطار عارف ايه اللي بيتعامل مع ايه، وشايف المنظر اللي قدامه، فبالتالي هيحافظ على المكان ده عشان يجي مره تانية وثالثه يعني. التوعيه كمان مش بس للسياح، انا اعتقد استاذ محمود انتوا بتقوموا بمجهود كبير جدا مع التوعيه مع اهل المدينه هنا في الغردقه. الاطفال بيبقى عندهم الوعي ده، وبيبقوا عارفين ان اي مخلفات بتترمي في البحر ده مردودها سلبي عليهم وعلى السياحه اللي موجوده في البلد وعلى فرص العمل اللي موجوده، فلذلك بيتم غرس هذا المفهوم عندهم من الصغر. احنا بتبقى في مع خطه الدراسه السنويه بيبقى فيه مخصص حصص بيئيه. زمايلنا بقى في اداره التوعيه بيروحوا يدوا حصص توعيه، يعني ايه محميات، يعني ايه بيئه، يعني ايه بتاع في صغار. غير كده ان في الصيف بتيجي جامعات رحلات بنعمل لهم ندوه برضو وبنعرفهم كمان من المخاطر اللي موجوده برضو في بيئه البحر الاحمر هو موضوع ردم الشواطئ لزياده المساحه. ايه الخطر في الموضوع ده، وانتوا كشؤون قانونيه في البيئه بيكون ايه تصرفكم في هذا الامر؟ ولا بالنسبه في عندنا اداره المتابعات الساحليه لكل ساحل البحر الاحمر، القانون منظم هو 200 متر من خط حرم الشاطئ، فممنوع او حظر اي مساس بالخط الطبيعي للشاطئ. فبتبقى في بعض من المخالفين يتم الاعتداء على الشاطئ بالردم بالمساحات، وبيتم التعامل معاها عن طريق القمر الصناعي. بنعرف المساحه اللي زادت قد ايه، وبنقدر برضو القيمه الماديه للضرر البيئي اللي حصل في البحر. كمان برضو حتى يعني نتكلم على بعض الحاجات البسيطة برضو اللي بتفرق في نظافة البحر الأحمر، إلقاء المخلفات البلاستيكية أو الأكياس البلاستيك. هو مش بس ملوث للبيئة، كمان هو خطر على الكائنات الحية اللي موجودة في البحر الأحمر زي السلاحف وغيره. ممكن برضو الأكياس البلاستيك دي لو كيس علق في سلحفة ولا بتاع ممكن تؤدي للوفاة ونفوقها يعني. فاحنا حاصرين الموضوع ده، وبندي تعليمات لكل المراكب بمنشورات موجوده على المركب بحظر كذا، كل تعليمات محدده زي التعليمات مخلفات البلاستيك كمان من المواد اللي هي بتبقى آلاف السنوات بدون ان تتحلل، وده برضه مهدد للبيئه البحريه. بالظبط. برضه تحكي لنا على ايه تاني ممكن مواقف حصلت في البحر يعني موضوع التلوث ده، حضرتك اكيد عاصرت كتير من المواقف، لو تحكي لنا موقف كده، مواقف اللي بتبين شده التصرفات بتاعتك. يعني احنا كان في من 3-4 سنين كان في تلوث طلع من شركه بترول يعني، فكان البقعه كبيره جدا يعني، حتى وصلت هنا من راس غارب للغردقه. فابتدينا نعمل خطط التعامل مع حصر البقعه عن طريق المسح الجوي عن طريق الشركه، واخذنا الاجراءات القانونيه تجاه الشركه، والنيابه العامه انتقلت للمعاينه، يعني وصلت ان احنا نفذنا كل الاجراءات يعني. بالتالي برضه المواد قانون البيئه المصري يعني بيحدد كل حاجه وبيفصل كل مخالفه والعقوبه بتاعتها، والعقوبات بتبقى يعني الى حد ما هي عقوبات صارمه عشان عدم تكرار من 300 ل 1000 مليون جنيه عوض التلوث، ده غير الضرر البيئي التعويضي بيوصل برضه للملايين. فكل شركه واخده احتياطاتها من ناحيه البيئه، يعني عمليه زي الردع العام يعني بيكونوا. المنشآت السياحيه اللي موجوده على الساحل برضو متهيألي اللي فيه توعيه كبيره ليكم لملاك هذه الاماكن، عشان برضو الحفاظ على الشواطئ والحفاظ على عدم وجود ملوثات او غيره. بالظبط كده، كل قريه او منشاه سياحيه عندهم التعليمات البيئيه للجست للتعامل مع الميه مع البحر، وسواء النزول على الجزر، اعمال الغطس، سنوركينج،
بيبقى فيه تعليمات كلها، وكل منطقه بيبقى فيه جايد بتاعها بيشرح للجست يعني مش بس على الشط، كمان تحت الميه تحت التوعيه المية برضو بالظبط. موجوده، لان متهيألي موضوع الشعاب المرجانيه دي برضو بتبقى يعني الحفاظ عليها برضو مهمه مش سهله. مهم بالظبط. نشكركم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم في سر جديد من أسرار البحر.